الناس اللي شافت الفيديوهات اللي نشرتها اليومين اللي فاتوا عن قضية القبض على مشاهير التيك توك عارفين كويس قوي ان انا توقعت باللي حصل لما قلت ان مروة يسري او بنت مبارك فتحت ملف كبير وخطير جدا. الملف ده مش هيتقفل الا لو خد في رجليه ناس كبيرة وكتيرة من مشاهير التيك توك، وده اللي حصل فعلا. وادينا اهو كل يوم بل كل ساعة بنقرا خبر عن القبض على أحد مشاهير التيك توك. بدأت الأخبار من عند بنت مبارك اللي طلعت من قناتها من على التيك توك واتهمت أم مكة وأم سجدة والفنانة المحترمة وفاء عامر بأن هم بيتاجروا في الأعضاء البشرية، لما اتكلمت عن موضوع شيكا لاعب الزمالك السابق وان هم بيتاجروا في المخدرات، وده الكلام ده خاصته بأم مكة، وبيتاجروا او بيعملوا عملية تسهيل الدعارة. طبعا الكلام ده ما مرش مر الكرام. الفنانة وفاء عامر قدمت 4 بلاغات ضد بنت مبارك، وكذلك أم سجدة برضو قدمت بلاغات ضد بنت مبارك، وتم التحقيق معاها وتم حبسها على ذمة التحريق. وكانت أم مكة استخدمت أسلوب مختلف خالص مع بنت مبارك، طلعت في فيديو أنا كنت عملت فيديو عنه، وقالت كلام ملهوش لازمة خالص وكلام مسيء جدا لبنت مبارك، والناس كلها استاءت من الأسلوب اللي طلعت واتكلمت بيه. وبعدها بيوم على طول حصل ان قناة الشمس طلبت مقابلة مع ام مكة على اساس ان هي حديث الساعة وبلوجر مشهورة وان في كلام كتير حواليها، فده كان طبيعي ان احنا نتوقع ان يبقى فيه لقاء. لكن اللي حصل ان حصلت خناقة وخناقة كبيرة بين ام مكة ومقدمة البرنامج، لدرجة ان القناة حررت محضر ضد ام مكة وتم ترحيلها للنيابة وحبسها على ذمة التحقيق. وقناة الشمس حررت بيان أو طلعت بيان اتهمت فيه أم مكة بعدد من القضايا. في نفس الوقت ده جوز أم مكة كان رايح يطمن عليها ويشوف ايه اللي حصل لمراته، هل التحقيق خلص على ايه، والحكاية خلصت على ايه، وهتطلع ولا مش هتطلع، هنجيب محامي ولا ما نجيبش محامي، والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. فداخل في اسم الشرطة، فالناس هناك الضباط او الضابط اللي قبله قال له وريني بطاقتك علشان يتأكد من شخصيته. اكتشف ان عليه حكم قضائي واجب النفاذ، وان الراجل ما نفذش الحكم ده، فتم حبسه علشان يبقى ام مكة وابو مكة الاتنين مشرفين في الحبس. بعد كده قرينا عن حبس ام سجدة رخرة، ومن ساعة ما قرينا خبر حبس ام سجدة واخبار القبض على مشاهير التيك توك بقت نازلة علينا زي المطر. قرينا خبر القبض على سوزي الأردنية برضو بسبب فيديو كانت عملته من فترة، والفيديو ده تقريبا اتكلمت كلام مش كويس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتم توجيه لها تهمة ازدراء الأديان، ودي تهمة خطيرة جدا، وتم القبض عليها ولا زالت محبوسة حتى الآن. بعدها على طول تم القبض على شاكر محظور، وشاكر ده في نفس الليلة طبعا لما لقى فيه قلق ولقى فيه ناس كتير بيتقبض عليها والموضوع بقى كله بيتكلبش، فطلع لايف لمدة نص ساعة من على قناته واتكلم فيه وأكد لكل المتابعين بتوعه ان هو مش قلقان وان هو ما عندوش حاجة تقلقه، وما كانش معتقد ان هو هيتم القبض عليه. لكن أجهزة الأمن راحت في الكافيتيريا اللي كان قاعد فيها مع أخوه مع حد كمان معاه وقبضت عليه، وهو لا يزال حاليا دلوقتي في التحقيق. ده بالنسبة لشاكر. بعد شاكر طبعا اتقبض على البلوجر عليا قمر برضو بتهمة إساءة استخدام منصة التواصل الاجتماعي واستخدام ألفاظ إباحية وخادشة للحياة، وده تقريبا نفس الاتهام اللي توجه للبلوجر محمد عبد العاطي. وده البلوجر ده مشهور عنه على ما سمعت، يعني انا ما كنتش متابعه حقيقي،
ان هو في الفيديوهات بتاعته بيستخدم ايحاءات والفاظ اباحية شديدة جدا وخادشة للحياة جدا، وتم توجيه الاتهام له والقبض عليه. وتم القبض كمان على بلوجر الليلة الشبح. ده كده الناس اللي اتقبض عليها، وانا مش عارف هل كده اجهزة الامن خلصت على الشبكة بتاعة التيك توك، ولا لسه عندهم اسامي هيقوموا بالقبض عليها الايام اللي جاية؟ ده اللي هنعرفه طبعا خلال الايام الجاية. والسؤال هنا اللي انا بفكر فيه وعايزكم تفكروا معايا فيه، مصير الناس اللي اتقبض عليها دي ايه؟ هل هيتحقق معاها ويتم صرفها من النيابة، يعني يطلعوا براءة وما يبقاش في أي حاجة ويرجعوا تاني يمارسوا نفس الأعمال بنفس الطريقة من خلال قنواتهم، ولا هيتم معاقبتهم عقاب شديد يخلي أي حد بعدهم ياخد باله ويحرص ويحترم الناس ويحترم أخلاقنا، وما يحاولوش إن هم يضروا أولادنا بالألفاظ اللي هم بيقولوها؟ النقطة التانية اللي عايز اتكلم معاكم فيها نوعية الاتهامات اللي الناس دي اتهمت بيها. هتلاقي ان الاتهامات دي مقسمة لثلاث انواع. النوع الاول الاتجار في الاعضاء البشرية وتجارة المخدرات وتسهيل الدعارة، ودي الاتهامات اللي بنت مبارك وجهتها لأم مكة وأم سجدة. النوع الثاني ازدراء الاديان، وديت التهمة اللي وجهت لسوزي الاردنية لوحدها. أما النوع الثالث فالاتهامات اللي هي عبارة عن خدش الحياة، تشويه سمعة المرأة المصرية، واستخدام المنصات التواصل الاجتماعي استخدام سيء، واستخدام ألفاظ إباحية. دي التهم اللي موجهة لباقي أعضاء التيك توك. فلما تيجي تبص للثلاث أنواع دولت هتشاركني نفس الإحساس اللي أنا قلته لك في السؤال، إن أنا قلقان إن الناس دي ممكن تطلع تاني. يعني طبعا هو النوع الاول من التهم والنوع الثاني دولت العقوبات بتاعتهم شديدة لو ثبتت على الناس دي. اما النوع الثالث فهو ممكن على حسب معلوماتي، ولو انا غلط حد يصحح لي، ان ممكن يتم الافراج عنهم بكفالة، اللي هو النوع الثالث اللي هو افساد الذوق العام والاداب والاخلاق العامة واهانة المرأة المصرية واستخدام ألفاظ وإشارات إباحية. ممكن يبقى فيه عقوبة بسيطة وغرامة مالية على ما أعتقد، يعني على حسب معلوماتي، ولو غلط حد يصحح لي. فالسؤال هنا، هل الاتهامات دي كفيلة بحبس البلوجر دول ولا ممكن يطلعوا منها؟ ولو رجعوا هل هيمارسوا أعمالهم بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ هو ده السؤال اللي أنا مهتم بيه في الفيديو بتاع النهاردة، لأن السؤال ده هو اللي هيترتب عليه بعد كده تشكيل أولادنا والجيل الجديد كله. المرحلة الجاية هم خلاص أفسدوا ما أفسدوه، ولكن في جيل تاني طالع، فهيبقى في البلوجر دول واللي هيطلع بعديهم هل هيمارسوا العمل بنفس الطريقة ولا هيكون في رادع؟ وأنا هنا هو متخيل ان ممكن اللي يحمينا في الموضوع ده حاجتين. طبعا حاجة منهم كفيلة، لكن لو الحاجتين مع بعض يبقى خير. الحاجة الاولى ان ادارة التيك توك نفسها تكون مراقبة اللي بيحصل في مصر، فتعتبر ان ده انذار مهم جدا لها، فتقوم باصدار عدد من القوانين واللوائح وتفرضها على كل صانع المحتوى في التيك توك، وتقول لهم اللي هيخالف الشروط دي هيتم حذف الفيديو بتاعه مرة 2 3، بعد كده هحذف له القناة بتاعته كلها، والحساب بتاعه مش هيكون له حق ان هو يظهر مرة تانية بالحساب بتاعه ده. ولو ظهر بحساب اخر وخالف اي تعليمات من التعليمات اللي انا بقول عليها زي المنصات التانية، ده اللي انا اقصده. يعني مش من عملية ما تبقاش متسابة كده، لان المنصة دي منصة اعلامية بيتفرج عليها الملايين. انت لما تشوف البلوجر دولت وتشوف عدد المشاهدات بتاعتهم بالملايين، يعني بيتفرج عليهم ناس كتير جدا، ومش مرة، ده الاولاد بيعيدوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة، يعني بيتأثر بكل كلمة بيقولها وكل إيحاء وكل لفظ. فدي
تشكيل لوجدان وثقافة أولادنا. الناس دي بتشكل ثقافة ووجدان أولادنا، فلازم يكونوا هم نفسهم واعيين للكلام ده، وعارفين إن هم قبل ما يكون في رقابة خارجية لازم يكون في رقابة داخلية من جوه على كل كلمة هم بيقولوها، لأن هم يا إما يصلحوا من أحوال المجتمع بتاعنا يا إما يفسدوه، وده هيبقى خطره كبير جدا علينا وعلى مستقبل أولادنا لفترات زمنية طويلة جدا. ده بالنسبة للتيك توك. طب لو التيك توك ما كانش واخد باله، أو كان الموضوع بالنسبة له يعني لسه شوية هيدرسه وهيطول في الدراسة، مين تاني ممكن ينقذنا؟ أنا شايف إن المشرع المصري هو اللي هيكون اللاعب الرئيسي والمهم، وهو الحماية بتاعتنا خلال المرحلة الجاية، لأن هو دلوقتي اللعبة كلها بقت في إيديه، وشاف كل حاجة، وجرس الإنذار هو اللي ضرب جرس الإنذار. فأنا بتمنى من المشرع المصري إنه يصدر قانون سريع رادع حازم قوي مخيف، يبقى رادع لأي إنسان بيستخدم أي منصة للتواصل الاجتماعي، في التيك توك، في اليوتيوب، في أي حاجة، إذا خالف قواعد الآداب العامة والأخلاق، وإذا صدر منه أي إيحاء يضر بالأخلاق العامة، يبقى يعاقب عقاب شديد جدا، عقاب يصل للحبس وفترات زمنية طويلة. ده السؤال اللي أنا بطرحه على حضراتكم، وبقول لكم مين ممكن ينقذنا المرحلة الجاية لو حد من التيك توكر دول طلع براءة، أو جه بعديهم حد تاني واشتغل نفس الشغلانة بتاعتهم بنفس الطريقة. مين هينقذنا من الناس دولت المرحلة اللي جاية؟ ده سؤال أنا بعرضه على حضراتكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأنا مستني آرائكم في التعليقات. وسلام.